لا أقول إنها إضافة. الله يجزاكم الخير. وإنما هو بيان شاف تجربتك في أمريكا، وإنما هو بيان شاف ما عرفناه. والله أقول ما عرفت هذا الكلام، لكن أقول بارك الله فيكم هذا يؤكد ما كتبه أبو الحسن في بريطانيا من ربط الشباب السلفي بأبي حسن سليم بارك الله فيك، ويؤكد أن أبي حسن الحلبي أنه يدخل العراقيين ويكون لهم دورات ويقول لهم إخوانه يجب أن ترجعوا إلينا لا إلى علماء الحجاز بارك الله فيك، وهم جهال ولم يأخذوا العلم من العلماء، إنما أخذوه من الشارع ومن الصحف، فلم يدرسوا في جامعات ولا عندهم شهادات، فهم قلوبهم مليئة بالحقد على المنهج السلفي وأهله. كل هذا أبو الحسن فين درس؟ علي حسن فين درس؟ أبو إسحاق فين درس؟ بارك الله فيكم. فالألباني والذي لا إله إلا هو من أبرز تلاميذه وأفضلهم في ذلك الوقت في حياته هذا اللي خصر بن خطيب محمد سيب الرفاعي في مسألة واحدة هجره وأضرب هجره في مسألة واحدة ولم يصبر عليه ولا أدنى مدة. والله الذي أنا قلت لكم أن ما حد يصبر به من مسألة واحدة فقط هجره وأمر بهجرانه إلى أن مات. ولما خاصمه بعض السلفيين والله كاد أن يخرجه من السلفية، وقال السلفي لا يتجنى على السلفي، قال هذا تجنى علي، والسلفي لا يتجنى على السلفي. وابن باز يبدع بأدنى أدنى 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 مما وصل إليه هؤلاء. إذا مدح البدع فهو منهم وداع لهم، وقد سبقه إلى هذا أئمة. إذا مدح أحد من أهل البدع فإنه يعتبر منهم وداعية لهم، سبقه ابن تيمية وابن كثير وغيرهم بارك الله فيكم. سئل ابن باز ما رأيكم في من يمدح أهل البدع؟ قال هو منهم لا شك، لأنه يدعو إلى مذهبهم بارك الله فيكم. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. أنا هو يقول السلفية أمر نسبي كما قلت لكم، وهذه الفرق كلها ولدت في طائفة الرسول ومنها، لا أقول هم معه هم منها. بارك الله فيك. ويجي أبو الحسن المنهج الواسع الأشياء والحسن معه. لا يلزمني تجيب مئات الأدلة من الكتاب والسنة ومن كلام السلف وكذا، ما يلزمني. قواعد خبيثة جدا، منهج واسع يسأل البدع جميعا والحق ما يلزمه، ونصحح ولا نجرح، وإذا حكمت حكمت وإلى آخره. وقال الأخ يجب أن نعيد النظر، أعادوا النظر وقعدوا وما وقفوا عند هذا. وفي جلسة هنا في مكة قال واحد كان من تلاميذي وبعدين شارك الدنيا وراح معهم، قال يجب أن نعيد النظر في الأصول السلفية. طيب أعاد النظر وأرسلوا بارك الله فيك أصولا ما شاء الله عشرات الأصول كلها تهدم المنهج السلفي. هذا يقول يعيد النظر في الأصول السلفية. نعم هذا جزائري. نفس كلام الترابي قديما. نفس كلام الترابي قديما لابد يقول من إعادة كتب الجرح والتعديل والنظر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. احنا اكتشفنا أخيرا أن هؤلاء يسيرون على مدرسة محمد عبده، طريقة محمد عبده، والتي تأثر بها كثيرا جدا جدا القاسمي، جمال الدين القاسمي السوري. هذا مشروع عندنا من السلف. وقرأت كتابا له تاريخ الجهمية، والله رفضت الكتاب، قلت هذا كذب عليه، وظننت أنه درس من أهل البدع عليه. ثم أثيرت الفتن هذه وهذه وجئنا ندرس، وإذا بالقوم يترسمون خطى القاسمي تلميذ محمد عبده وجمال الدين الأفغاني تماما، يدافع عن الجهمية ويسميهم مبدعين يعني مظلومين، وأنهم مجتهدون ولهم المجتهدين، يدافع عن المعتزلة، يدافع عن الخوارج،
يدافع عن كل أهل البدع ويطعن في أهل السنة، وهم على نفس الخط هذا، على نفس الخط هذا بس متسترين طبعا. ومحمد الأخوان المسلمين على هذا الخط، هم يرتقون في هذه الخطوط العريضة كما يقال، هم الأخوان المسلمين والأهداف واحدة. يقول إن من الأبطال المظلومين عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد ويكذب عمرو بن عبيد ويكذب على الذهبي، يأخذ كلام يبطل من كلامه ويترك الضرب القاتل على عمرو بن عبيد في أنه يطعن في الصحابة ويسقط شهاداتهم ويفعل 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 ويفعل. ولو أن سورة تبت يدا أبي ولهب في القرآن أو في اللوح المحفوظ لما قامت الله حجة على أحد. بارك الله. وأشياء كلام، كل هذا الكلام يغطيه. هؤلاء يبترون ويدسون ويخونون في كتاباتهم، والله يبترون ويدسون ويخونون ويكذبون ويفترون على أهل السنة. وما أخطرهم وما أشد خطرهم على الدعوة السلفية وأضروا بها. الآن حكى في أوروبا، حتى في أدغال روسيا فتنتهم الآن، وفي مشارق الأرض ومغاربها فتنتهم في كل مكان الآن، في كل مكان. بارك الله فيكم.